السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ ابتسام. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هذا المسمن مورق اللي كيجي بنين وهشيش. اهم حاجة غادي نشرح معكم جميع الخطوات باش تحصلوا على نفس هذه النتيجة هذه. كيجي محمر وفن، انا متاكده ولو اول مره تكون غادي تصاوب المسمن غادي ينجح معك. غير تبع معايا هاد الخطوات من الاول حتى الاخير بلا كثر تدليك وبلا كثر التماره. غادي تحضري غد رغيفه مورقين هيدا. مهم تابعوا معايا فيديو من الاول للاخير. الناس الجدادين كنقول لكم مرحبا بكم في قناه ديالي. ندوز معكم مكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات هنا عندي 5 ديال الكؤوس ديال الفينو و5 ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض. هنا عندي شويه ديال الملحه. غادي نضيف معكم معلقه ديال السكر، معلقه ديال السكر او معلقه ديال العسل، كيبقى لكم اختياري هي باش نتحصلوا على ديك اللون. غادي نضيف معكم واحد شويه ديال الخميره ديال الحلويات، كتبقى لكم اختياريه، يمكن لكم تضيفوها يمكن لكم ما تضيفوهاش. صافي هنايا كنمزج ديك المكونات ديالي. بالنسبه للعبارات اللي تيتكم انا هذا اللي خليني نتحصل على هذه الكميه كما كتشوفوا معايا في الصور. نتوما يمكن لكم تستخدموا اي عبار بغيتو. يمكن لكم مثلا تجربوا غير 2 كيسان د الفينو او 2 كيسان د الدقيق. انا هنايا عملت 5 كيسان، مع 5 كيسان كيجيوني رغايف عبار اللي بغيت انا. صافي هنايا كنمزج معكم داكشي بالماء الروبيني عادي، ماشي ضروري يكون دافي ولا شي حاجه، غير الماء ديال الروبيني عادي. العجين ديالنا كنحاولوا ما نخففوهش بزاف، هذا هو السر باش ما كندلكوش انا بزاف. هو العجين ما كنخففوش بزاف، يعني كيكون ماشي قاصح وماشي خفيف. صافي هنايا من بعد ما كنجمع العجين هنايا كنحاول ندخل غير ديك شويش ديال الدقيق اللي جمعته غير بيدي. في الاول جمعتيه رؤوس الاصابع، هنا غادي نبقى ندخل هي ديك العجين باش ما يبقاش محبب. صافي هنايا غادي نوضعه في واحد بلاستيك اللي غذائي، يعني حتى كندهنوا بالزيت. العجين ديالنا كيف كتشوفوا راه رطيطب، ماشي قاصح وماشي خفيف. كندهنوا شويه بالزيت وكندخلوه في بلاستيك غذائي. الا كنتو ما مزروبينش في العجين ديالكم كلكم تعجنوه بالليل بحال اليوم بالليل قبل وتبيتوه ليله كامله في ديك بلاستيك غذائي حتى غدا زعما طيبوا العجين ديالكم. الا كنتو مزروبين عليه ماشي مشكل، خليوه غير واحد سويعه مكانه نص ساعه قد ما ارتاح العجين ديالكم، قد ما عطيكم الضوء والطريقه في الخدمه غادي تسهل عليكم اكثر. وصافي هنايا من بعد العجين ديالي مرتاح، نتوما كتشوفوا كيفاش خفيف، يعني كيديني الصراحه الطعن اني نخدم به كما بغيت انا، ما كيتقطع لي شيء وفي نفس الوقت كنتحكم في العجين ديالي. صافي هنايا كنبدا نقسم داكشي على كويرات. عاوتاني كيبقى لكم نتوما تحكموا كيما بغيتو، يمكن لكم تعملوا كرات صغارين، يمكن لكم تعملوا كرات اللي هما كبارين. انا هنا العجين ديالي غادي نعمل معكم كويرات اللي هما شويه كبارين باش نعدل معكم مسمن شويه كبير، وغادي نخدم معكم مسمن حتى هو اللي هو صغير، يعني باش تشوفوا جوج طريقات ديال المسمن. صافي هنايا من بعد ما بقيت كنكور ديك الكويرات كامل عاوتاني كنغطيهم بشي بلاستيك غذائي وكنخليهم يرتاحوا شويه، هي باش نقدر من كندق على ديك المسمن ديالي ما يكونش كيتجبد معايا، يعني يعطيني الخطر في الخدمه باش ما كنبقاش معاصبه. كاينه شحال من وحده كتبقى معاصبه مع المسمن كتقول لك انا ملي كنكون كندوق عليه زعما كيبقى يتجمع لي. الطريقه هي انه ما كتخلاش يرتاح بزاف وصافي. هنا لا خليته يرتاح مزيان راه كيساعدك في الخدمه ديالك كامله. صافي هنايا هذا هو المسمن اللي تحصلت عليه. انا قلت لكم تقريبا كتحصل هنايا على واحد ما بين 15 18 مسمنه. وصافي انا غطيته معاكم يرتاح. ضروري تغطيوه باش ما يعملكمش ديك القشره. كدهنوا شويه من الوجه بالزيت وكتغطيوه بشي بلاستيك. صافي هنا من بعد ما ارتاح المسمن غادي نجيب معكم واحد زليفه كنعمل فيها الزبده مدايبه والزيت، وعندي هنايا الفينو. صافي هنايا كنعمل هي الزيت العادي في الاول اللي غنطلق به. انا غنطلق معكم في هذا السيليكون هذه صراحه كتسهل عليا الخدمه، كتسهل عليا بزاف انني نبقى ديك نجبد العجين ديالي هيدا بالصبعين ديالي. هذه لا، كتبقى انا نسبك في ديك العجين هو عاطيني الطوع حيتاش طبعا مرتاح مزيان. راه نتوما كتشوفوا ديك فقاعه ليفه، هذا هو الدليل على ان العجين مرتاح مزيان. صافي هنايا كيف قلت لكم كنبقى نطلق ديك العجين ديالي.
كنطلق اهم حاجه تلقوا الوسط والجوانب، يعني ما تخليوش الجوانب ديال العجين اغلط. صافي هنايا من بعد ما طلقت غادي نرش معاكم بشويه ديال الزبده وديك الزيت يعني دايبين. كنرش معكم غير واحد شويه، غير واحد شويه هيدايا، نوزعوه بالايادي ديالي وصافي. ونرش معكم شويه ديال الفينو باش كنفرق به. صافي هنايا من بعد ما كنقلب العجين ديالي من هاد الاتجاه الايمن والاتجاه ديال الشمال، صافي كنحاول غير ديك العجين كيف قلت لكم ما تخليوهاش غير يعني مكور، يعني حاولوا تطلقوا العجين باش قد ما كان مورق قد ما يجيكم فيه التوريقه اللي هي غزاله. انا غادي نشارك معكم الطريقه ديالي في المسمن، وانتوما اختاروا اي طريقه بغيتو. هي الطريقه هذه الاولانيه اللي غنخدم معكم بها. الطريقه هذه يمكن لكم تخليوها غير هيدا ويرتاحي واحد شويه وتطلقوا غير هيدا برؤوس الاصابع وطيبوه، او يمكن لكم تستخدموا هاد الطريقه مسمنه في وسط مسمنه بحال اللي غنعمل معكم انا. هاد الطريقه هذه هي اللي كتخلي المسمن ديالنا كيجيب ديك بزاف ديال الطبقات ديال الورقات، كيجي مورق بزاف. هذه هي الطريقه اللي شفتوا معايا في اول فيديو اللي كنت كنوريكم ديك المسمن بزاف مورق هيدا. وبزاف كيتسائل كيقول زعما علاش المسمن كيجيب فيه بزاف ديال الورقه. السر هو الطريقه اللي عملت معكم هذه، بزاف الناس كيخدموا بها وبزاف الناس كيعملوها وانا شاركتها معكم. صافي هنايا كنطلق المسمنه ديالي اخرى بنفس الطريقه اللي طلقت الاولى. غادي ندهنها بشويه الزبده وشويه الفينو، عاود نفس الطريقه ونفس الخطوات كنبقى تعاود معايا. صافي هاي كندهن بديك الزبده وديك الزيت اللي يعني مخلط مع بعضهم، وكنشبر ديك المسمنه ديالي اللي عدلت الاولى كنعدلها في الوسط وكنعاود نشد عليها بنفس الطريقه ديال الاولى. يعني ما كاينه حتى شي صعوبه حتى لهنا وكلشي مفهوم وكلشي ساهل. صافي كنرش بالفينو والزبده. الزبده هي اللي كتخليه يجي مورق، وديك الفينو حتى هو كيساعد على ان العجين ديالنا كيجي مورق. صافي هي مسمنه ديالي كيف كتشوفوا اصلا في الشكل ديالها باقا حتى ما طابت، كتبان انها كاينه طبقات فيها. صافي هنا كنخليوها ترتاح. اي مسمنه حطيتوها كتحاولوا تغطيوها باش ما كتعملش ديك القشره ديال في الوجه ديالها. وصافي هنايا غادي نخليكم مع الطريقه ديالي في المسمن كامله. نعاود معكم مسمنه اخرى كتبقاو بهذا الشكل حتى كتكملوا الخطوات ديالكم كاملين. يعني ديك المسمن ديالك كامل كتخليه يعني ما كطيبوش دابا، كتخليه حتى كيرتاح واحد شويش باش ملي كيكون المسمن كيطيب كيتورق معنا وكينتفخ معنا. صافي هنا عاوتاني نفس الطريقه كنورقوا مسمن، كنعملوا الزبده، كنعملوا الفينو، كنشدوا بهذه الطريقه هذه. مهم الا بغيتوا تخليوها بهذه الطريقه هذه بالمسمن العادي اللي كنعرفون دائما كنصاوبوه بهذه الطريقه، يمكن لكم تخليوها هيدا. الا بغيتوا نفس الطريقه اللي عملت الاولى حتى هي راه كتجي مزيونه، كيجي المسمن ديالكم كبير ماشي صغير، كتجي مسمنه اللي هي كبيره وكتجي تبارك الله مرقه فنه. انا متاكده الا جربتوا الطريقه ثم جربوا اللي عجبتكم فيها بقاو تخدموا بها. صافي هنا من بعد ما ارتحنا من المسمن ديالنا، المقيله ديالي كنعملها على نار اللي تكون ما مجهداش بزاف وما حانياش، يعني نار متوسطه. كندهن المقيله ديالي بشويه ديال الزيت وكنحط المسمنه ديالي راه كندوق عليها طبعا، ما كنخليهاش بديك السمك هذاك، كندوق عليها وغير كنشوفها غير شبرت راسها شويه كنقلبها. يعني ما كنخليهاش حتى طيب، غير حدا تشبر في راسها شويه وكنقلبها. هذا هو السر باش كينتفخ معكم. عاود المسمن هي بطريقه الطياب، كتبقاو ترشوا شويه الزيت هيدا وتقلبوا. صافي هنا كما كتشوفوا شو المسمن ديالي كيف كيتنفخ معايا. انا قلت لكم هي درجه ديال العافيه ما تكونش مجهده بزاف باش المسمن ديالكم ما يتحمرش دغيا ويبقى خضر من داخل، وفي نفس الوقت ما تنقصولوش حيت المسمن الا كان ناقص على العافيه راه ما غاديش يتنفخ معكم نهائيا. واخا غيطيب مزيان ولكن ما يتنفخش، غيجي لاصق في بعضيتو. صافي هنايا نتوما كتشوفوا شحال من قلبه كنبقى نقلب في ديك المسمن باش كيديني ديك اللون اللي بغيت انا. وكيف كتشوفوا شو اللون اللي كنتحصل عليه، راه هذا اللون السبب ديالو هو ديك السكر اللي ضفت. يمكن لكم تضيفوا العسل، ما كاينه حتى شي مشكل. انا كنعمل السكر هو اللي كيخلي هذا اللون هذا اللي كيجي فيه صراحه غزال ومحمر. صافي هذه هي المسمنه، اول مسمنه طيبتها معكم. غنبقى هيدا وغنكمل معكم نفس الخطوات. كيف كتشوفوا كندوق للمسمنه، غير اهم حاجه مسمن ما تدقوش عليه بزاف، يعني مور ما يرتاح شويه ما تدقش على المسمنه بزاف، حيت لا دقتي عليها بزاف راه غادي تجي كيف كنقولوا
طايحه بزاف، يعني ما طلعاش، ما تجيش مورقه، غتجي رقيقه بزاف. في نفس الوقت الا خليته غليظ بزاف راه يجي غليظ بحال اللي كتاكلوا الخبز، يعني بين وبين، ماشي غليظ وماشي رقيق. سمحوا لي طولت عليكم هذا الفيديو بزاف وهضرت معكم بزاف، ولكن كاين الناس اللي كيعرفوا هادشي هذا، وكاين الناس اللي مبتدئين كيبغيو هاد الشرح هذا كيستافدوا منه اكثر. عليها كنحاول نشرح جميع الامور اللي دوزت منها في هذا المسمن هذا باش يتحصلوا على نفس الطريقه ديالي انا. صافي هنايا المسمن ديالي طايب واجد، كنبقى هيدا حتى كنكمل الكميه ديالي كامله. اي كميه ساليتوها كتعملوها في شي منديل، يعني حطوها في شي منديل. صافي هيدا كنبقى حتى كنكمل هاد الكميه ديالي كامله. وهنا غادي نوضع معكم ديك المسمنه اللي خليتها غير على طبقه واحده، يعني ما عملتش جوج طبقات ديال المسمن، يعني مسمنه في وسط مسمنه، لا هذوك طيبتو معكم. دابا هذه مسمنه اللي غير بوحدها راه حتى هي تعمدت انني نصورها معكم باش تشوفوا راه حتى هي كتجي مرقه وكتنفخ معكم بزاف، يعني حتى هي راه كتجي نفس الطريقه. انا وريتكم هي الطريقه الاولى، والطريقه الثانيه نتوما الطريقه اللي ارتحتوا فيها